الو اتفضل. الو. ايوه اتفضل. صار لي ايام اطلبك من الجزائر وما ترد. اتفضل يا اخي. ليش يعني؟ اتفضل. ولدي ردود، اضطريت يعني ان اعمل ردود على قناتك. اتفضل. وبعض حضرتك سني ولا الاشكالات اثنى عشر؟ التي شوف ما هي السنه؟ حضرتك ما هي يعني السنة؟ حضرتك شيعي عرف ولا لي مين؟ السنه يا اخي، عرف لي السنه حتى اقول لك ما السنه وما الشيعه. هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة ومن تبع الصحابة اتباع النبي والنبي والصحابه. صلى من الله عليه اعطاك وسلم إلى هذا يوم التعريف الدين. للسنه؟ من اعطاك هذا التعريف للسنه؟ لا أنا ما أعرفش، اتفضل عرفني. ايه يعني لما تستنسخ النبي، لما تستنسخ تجعل منه نسخه، وتلك النسخه يلتحفها 1000 صاحب راي ليقوم مقام الناطق عن الله تعالى كانه نبي او رسول. تعتبر ذلك سنه؟ ما هي سنه الله في الذين خلوا من قبلنا؟ ايوه وبعدين بقى كمل. ما هي سنته؟ يا باشا ما خش هي في الموضوع. سنة الله؟ سألتك يا أستاذ أخي حتى نعرف ما السنة. يعني أنت حضرتك جاي ليه طيب؟ حتى نعرف ما السنة. يا باشا أنت عندك اسمع أنا ما أعرفش السنة يعني إيه يا باشا. خلاص أنت بقى إيه اللي عندك السنة؟ إيه السنة؟ شوف يا مقلد، أنت تعبد الله بآراء الرجال. فقه مالك يرى مالك، يرى الشافعي، ذهب فيها أحمد، قال فيها البصري، خالفه الثوري. أمر الله صار شورى بين حضرتك بتعبد الله بإيه؟ ماشي يعني سيبك مني أنا، سيبك مني أنا، سيبك مني أنا على السنة حتى يا أستاذ. سيبك مني أنا يا عم، أنا غلطان لك. سيبك مني أنا يا عم، سيبك مني أنا، سيبك مني انا. انت كيف تتعبد الله عز وجل؟ يا عم سيبك مني انا، يا عم سيبك مني انا. ماذا؟ سيبك مني انا. نعم. اتركني انا. انت بقى كيف تتعبد الله عز وجل؟ كيف تتعبد الله عز وجل؟ يا عم خلاص عرف لي السنه بتقليد اهل يا عم خلاص يا عم خلاص غلطان لك. انا ابوس على الله بالتسليم. يا عم انت بالع راديو ولا بالع تسجيل؟ يا عم خلاص يا باشا خلاص. انت بقى حضرتك انت دلوقتي اسمعني بس، اسمعني لو سمحت اسمعني. اي نعم يا عم اسمعني. كيف اعبد الله؟ يا عم ارحم دماغك شويه اسمعني لو سمحت. لو سمحت كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت كيف تتبع القرآن؟ تفضل. كيف اتبع القرآن؟ القرآن لم يعد لدينا من القرآن الا رسمه. يا عم سيبك من الرسم دلوقتي وسيبك من الفلسفه الكذابه. انت الان كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع القرآن؟ سيبك من افعال البشر دلوقتي. انا بكلمك انت. انظر الاسلام. شوف تعريف الاسلام اولا هو التسليم لانبياء الله ورسله المكلفين المعصومين الذين لا ينطقون عن الهوى. هذا هو الاسلام. يا استاذنا احنا مش في حرب تعريفات دلوقتي. انت الان كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تتبع القرآن؟ النبي مات، انت تتبع الان الفقيه يا اخي. النبي مات. لا اله الا الله. النبي مات، تستنسخ النبي. انت الان استنسخت. يا عم سيبك مني انا. انت سيبك مني انا. سيبك مني انا. اعتبرني مش في الحسبه. انا مش في الحسبه. احمد عن اي سنه تتحدث يا باشا؟ سيبك مني انا. لا اله الا الله. وكل محدثه بدعه. يا عم انت دخلتني في الدنيا كلها يا استاذ. انت كيف تتعبد الله عز وجل الان؟ انت كيف تتعبد الله عز وجل؟ نعم دعني أفهمك. تعقل يا أخي. الإسلام كان تسليم لنبي الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكموا شخص النبي. حتى أعرفك. لا إله إلا الله. اسكت وتعلم ما معنى التسليم والإسلام. اسكت يا أخي، اسكت وتعلم ما معنى التسليم والإسلام. اقرأوا له يا إخواننا سورة. اسمع، حاول أن تسمع. اقرأوا له سورة آية الكرسي. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا عم أنا بسألك أنت يا عم. سيبك منا. احنا غلطانين. أبوس دماغك. احنا غلطانين يا عم. كل أفهامنا كلها غلط. أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ احكي لي عن نفسك انت شويه. لا اله الا الله. يا عم احكي لي عن نفسك انت شويه. يا عم احكي لي عن نفسك انت شويه. احكي لي عن نفسك انت شويه. شوف النبي انتظر. بدأ الاسلام غريبا وسيعود مثل يا ابني انت حافظ كلمات يا ابني وانا حاطط فلاشه في الكمبيوتر شغاله. يعني حاول ان تفهم حتى تعرف ما هي. يا استاذ انت كيف تتعبد الله عز وجل؟ انت حالك الان كيف تتعبد الله عز وجل؟
ما شأنك بي؟ أنا أحاول أن أعرف الحق من الباطل. لا إله إلا الله. طب أنت بتحاول إزاي؟ يعني أنت بتحاول إزاي؟ يعني الحق يتعدد. اديني يا عم خلص عشان ما اقفلش عليك والله العظيم. خلص. هي مش ناقصة جنان. مش ناقصة جنان. أنا مش ناقصة جنان. أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ صلاتك خدتها إزاي؟ طب بص يا حاج، بص يا حاج، أنت راجل كبير وانا مش عايز فانت انت بتصلي ازاي؟ يعني انت اخذت الصلاه منين؟ احكام الله، اخذتها منين؟ احكام الله تعالى لا تقتصر على طقوس وعبادات. يا عم برضه اكلمه يا استاذ. مثال، انا بديك مثال، الصلاه في كل امر. يا اخي انتظر يا اخي، حاول تفهم يا اخي، حاول تفهم، دعني يتحدث. يا ناقصه جنان، يا ناقصه جنان. ده راكبه مليون عفريت، مش عفريت واحد. تيجي له يمين يجي لك شمال. اقول له انا غلطان يا عم في التعريفات. انت تتعبد الله عز وجل كيف؟ ما فيش، عامل زي القطر بيعدي وخلاص.